يلا تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم البقسماط. تبقى عندك في البيت بالعيش اللي متوفر عندك اللي بايت عندك ما بيتاكلش، تعملي بيه بقسماط. ويبقى عندك في التلاجة كده وقت ما تحبي تعملي بانيه او تعملي كفتة بانيه، فراخ بانيه، تعملي لحمة تتبليها. يبقى الحاجة عندك كده ايه جاهزة ومتبلة عندك. ماشي، التتبيلة بتاعت البانيه. يلا بينا جوه الفيديو نشوف الطريقة ونشوف ازاي هنعملها. تعالوا بصوا كده، حطيته على الشوايه وحمصته، بس هو لسه سخن. حطيته على الشوايه وحمصته على الشوايه بس، وتقلبيه بالماشة كده وكده لغايه ما ينشف معاكي ويبقى كده محرفش. وتسيبيه بقى لما يبرد. بعد ما يبرد هنطحنه ونحط عليه البهارات ونعمل بيه البانيه، نعمل بيه الكفته البانيه، نعمل بيه اي حاجه بانيه عايزين نعملها. الطريقه دي جميله، تابعيني وان شاء الله باذن الله هتعمليها وتبقى جميله جدا. هوريكي تتبليها ازاي. تعالوا بصوا كده، حطيت اهي البهارات والكركم. هفضلوا كده اقلبهم مع بعض وتخليه عندك. طبعا هو متحمص في التلاجة، وقت ما تحبي تعملي البانيه يبقى جاهز. نبدأ بقى نرجع كده ونوفر في بيتنا ونوفر من المصروف بالطريقة ايه اللي احنا نستعمل حاجات من البيت. انا عارفة ان هو بيتباع في السوبر ماركت جاهز، بس احنا لما نعمله ببيتنا هنوفر ايه شوية. هو كده اهو، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله كده خلاص. هحطه بقى في كيس واحطه في باب التلاجة، وقت ما احب استخدمه يبقى جاهز عندي. ودي الطريقة بتاعت البقسماط.